تراني حين أفقع عينيك وضع مكانهما جوهرتين، أترى إنها أشياء لا تشترى. صباح الخير عليكم. تصرف، تغلي، تعلي، تشتري نفوس، كل دوت مش قصاد الأهلي. ما زال النادي الأهلي يعطي الدروس المجانية، بمعنى إدارة النادي والجمهور والفريق. الإدارة اتكلمنا عنها قبل كده في فيديو، إن هي رجعت فلوس التذاكر لجماهير النادي الأهلي اللي غلتها بيراميدز. الجمهور اللي خلص التذاكر اللي غلتها بيراميدز قبل ما الإدارة ترجع لهم فلوسهم. فكان على الجمهور إن هو شكر الإدارة ووصل رسالة في المدرجات. نيجي للفريق. النادي الأهلي بيدي درس لأي فريق أنت هتلاعب النادي الأهلي. أي فريق أنت بتلاعب النادي الأهلي، لو ما عملتش حساب للنادي الأهلي، لو ما احترمتش تاريخ النادي الأهلي، هتاخد على قفاك زي ما بيحصل في ماتشات بيراميدز. ماتشات بيراميدز بيبقى نازل حاطط في دماغه ان هو هيكسب، يخلص الماتش يقول لك التحكيم، اصل مش عارف مين اللي حصل. في الموسم ده الفريق علم على بيراميدز رايح جاي، ماتش للقاضيه وماتش للفدايه وسام ابو علي. انت بتلعب النادي الاهلي ما بتحترمش اصلا نفسك عشان تحترم المنافس اللي انت بتلعبه. اولا انا قلت قبل كده ماتش بيراميدز زيه زي اي ماتش الاهلي بيلعبه، زيه زي اي فريق في الدوري. الاعلام اللي عمل منه قمه، الاعلام اللي عايز يعمل منه ان ده ماتش قمه، انت بناء على ايه هو ماتش قمه؟ يعني انا بلاعب فريق لا هو واخد بطوله ولا ليه تاريخ ولا ليه اي حاجه، وكل الموضوع ان هو نفسه يكسب الاهلي، مش ياخد بطوله. هو كل الموضوع ان هو نفسه يكسب الاهلي، لما بيكسب الاهلي بيعمل فرح زي جماعه كده. فانا بقول انه ده ماتش زيه زي اي ماتش في الدوري، ما فرقش. هو بس الفرق اللي فيه ان هو معاه فلوس وبيصرف فلوس، قاعد بيصرف في فلوس وخلاص. وهو دوت الاستثمار وحلاوه الاستثمار. فانت عمرك ما هتكسب بطوله بالطريقه دي. يعني انت عمرك ما هتكسب بطوله وانت بتحفز لعيبتك في ماتش الاهلي، بتضاعف المكافاه لو انتوا كسبتوا الاهلي. فهو بينزل ماتش قاتل يا مقتول زي ما بيقولوا. ليه؟ عشان الفلوس مش عشان البطوله. ما بيلعبش عشان كيان زي لعيبه الاهلي. في فرق سنين ضوئيه، فرق شاسع. مش بتكلم فرق ما بين الاهلي وما بين الزمالك، لا، انا بتكلم فرق ما بين الاهلي وفريق عادي في الدوري. سنين ضوئيه، سنين السنين كمان. تعالى بقى اوريك عظمه تانيه واعظم تغفيله حصلت في التاريخ، عملها جمهور من جماهير النادي الاهلي اللي ما لقوش تذاكر يخشوا الماتش. راحوا اخذوا دعوات بيراميدز واخذوا الوجبات والفلوس ودخلوا مدرجات بيراميدز وشجعوا الاهلي. ودي كانت صدمه لمجلس اداره بيراميدز اللي لقى الجمهور بتاعه قاعد بيشجع الاهلي. شوف كده. للرئيس التنفيذي البيراميدز وحياة ممدوح عيد، الدوري خلاص 45 دقيقة ما بقاش بعيد، ابعتها له. ازيك الاخبار؟ احكي لنا انت انا شايفك في مدرجات بيراميدز، جاي في مدرجات بيراميدز ازاي؟ ليش في الاهلي والله الدنيا كلها اتقفلت زي ما انت طب قرب هنا عشان الصوت واطي بس. الدنيا كلها اتقفلت زي ما انت شايف، احنا كتير قوي 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 قوي. ده النادي الاهلي. يعني انت موجود هنا عند في اداره بيراميدز؟ لا انا موجود مع النادي الاهلي. ايوه انا بقول عند. موجود مع النادي الاهلي. مع النادي الاهلي يا باشا، اكش كنت في جهنم. انا مع النادي الاهلي. بس انت جاي بدعوه من بيراميدز؟ دعوه كده. كمان هخش ازاي يعني؟ لا ما لقيتش تيكت والله. لو لقيت تيكت والله، لو لقيت كنت جيت والله العظيم زي العاده يعني. بس اللي حصل بقى هم دعونا نيجي نقعد عندهم هنا. يعني انت خدت التذكره وقاعد في مدرجات وبتشجع الاهلي؟ بقول لك الحقيقه هكدب عليك، بشجع الاهلي بس طبعا. اسف. طب نيجي لمجريات الماتش. الشيبي مصمم ان هو ينتقم من حسين الشحات، مع ان حسين الشحات اعتذر للراجل وتصالحوا، وراح التاني ضحكوا عليه وقالوا له روح اعمل قضيه وصرحوه، وحوار كده ما لهوش اي 30 لازمه. جه في الماتش دخل عليه الدخله دي
ده يخلي اي لاعب يبطل كوره لولا ستر ربنا. ده هو مش بس يسكت، ده هو اخذ الطرد وعايز يروح يتخانق مع حسين الشحات. شوف الفدائي وسام ابو علي عمل ايه عشان يحمي حسين الشحات. صاحبك ده من بختك. حقيقي صاحبك من بختك. طب في حاجه تانية محدش اخد باله منها، وده اللي انا بتكلم فيه، دوت سر نجاح النادي الاهلي، اللعيبه مع بعض. شوف وسام ابو علي يقول لعبد المنعم خلي بالك لا يغفله حسين الشحات. شوف كده. عموما في المجمل الاهلي اخذ بيراميدز رايح جاي، وده الفوز ال 15 للنادي الاهلي على التوالي، وان شاء الله مبروك الدوري للنادي الاهلي. النادي الاهلي ده رقم واحد في مصر. اشوفكم الفيديو اللي جاي.